اخبار العاجله، شو في عندك هيك خبر كثير عاجل وطازه ننفرد فيه بعيون بيروت؟ عندي خبر كثير عاجل ولاول مره بقوله، انه اذا الله راد باول يوم الميلاد حيكون في عندنا تلفزيون خبر عاجل. حلو. حيكون التلفزيون لاول مره بيصير ان شاء الله ما تنسرق الفكره. محفوظه بعيون بيروت. اذا اخذتوا الرخصه ما بدها رخصه، لك ليش؟ لانه الفكره كثير جديده. عم نشوف الهوم بيج تبع بالضبط الويب سايت الحفله. اوكي. الفكره حتكون عبر الانترنت. هلا بنشوف على الشمال في فيديو اسمه تلفزيون عبر الانترنت. ايه بس استديو، عم نحضر للاستديو، عم نعمل ديكور، جبنا اضاءه، جبنا كاميرات، استديو عادي عبر يوتيوب يعني. في لانه عم شفت شو لا ديركت بيصير، ما بقى حيكون يوتيوب، حيصير دغري ديركت، حيصير تي في يعني ما بيعطي مقطش وبيعل القلب يعني ابدا. عادي بتحضري عادي. نحن حنجيب ضيف على استديو عادي ونعمل مقابله معه عادي، انترفيو. حيكون في برومو قبل باسبوع. البرومو داخله اعلانات مثل اي تي في عادي. بنحضر انه تركبوا في الاسبوع المقبل الفنان فلان الفلاني. ايه ثاني اسبوع بينحضر البرنامج. البرنامج اسمه يعني ضيف خبر عاجل. ضيف خبر عاجل وتلفزيون الكتروني، وهيدي شغله كثير مهمه على اساس كمان عم تصور مسلسلات كلها سوا وصدفناهم بعيون بيروت وتبات عبر هلا السؤال انه ما بعرف اذا بتفتحوا لاعلانات تجاريه قديش ممكن حيكون في اعلانات طبعا. فهيدا الدعم المادي قديش كمان ممكن يقوي هذا السايت ويقويكم كثير بشكل ما طبيعي. انا بصراحه لما فتحت الموقع قررت انه اول سنه ما احكي شيء اسمه اعلانات، بس الحمد لله صار عندي، يعني اذا بتلاحظي بتشوفي هلا اذا على الشمال هيك بتلاقي كثير في اعلانات مطاعم وهوت كوتور وبيوتي سنتر. فمن خلال علاقاتي وتواصلي مع الناس يعني انه عندك موقع بدنا ننزل عندك اعلان كذا. فالحمد لله يعني طلعنا مصاري منه. مش هدفنا الاساسي يعني بخجل مش هدفنا نطلع مصاري. لا ليكي مش كاول سنه بقول لك مش هدفنا، بس بعدين طبعا هدفنا نطلع مصاري، لانه بالنهايه مش فاتحين اسواق. اكيد بعدين الموظفين اللي عندنا مش انه عم بعدين بتعرفي لما يكون عندك مدخول بصير عندك دفع اكثر طبعا. كل ما زاد المدخول كل ما هيدا. وعندنا استديو، هلا عم نحضر للاستديو بدنا مصاري. فهيدا الشيء حيكون في عندي. كمان مشروع الثاني اللي عم بشتغل عليه. قبل ما تحكينا عن المشروع الثاني، مين رح تاخذ من الاعلامي او الاعلاميه او بين المذيع والمذيعه يلي رح ينفذوا؟ اكيد لقاء بده يكون لقاء مدروس معد. طبعا. ما بعرف اذا حضرتوا اكيب العمل ولا لا هو عندنا المصورين جاهزين، الاضاءه جاهزه، الصوت جاهز، اكيب التكنيك جاهز، ولكن المحاورين نحن حنفتح مجال كثير حلو. حننزل اعلام بالجامعه اللبنانيه بكليه الاعلام. خريجات. حنعمل كاستنج للبنات.